شاب عانى بزاف في حياته باش يغني الراب. والديه تيقولوا ليه بعد من الراب راه ما غاديش يفيدك في والو وراه فيه غير تضييع الوقت، ولكن هو اللي فراسو فيه وما قدرش يتخلى على الراب والهيب هوب. وهو ايضا تاثر ملي كان باقي صغير بالدانس، وحاليا راه هو رابور كبير ومعروف في المغرب وكلشي تيعرفو. نرحبوا جميع بالجراندي توتو. الجراندي توتو اللي هو طه فحصي غادي يتزاد في 3 غشت 1995 بالضبط في تازة، ومن بعد الولاده ديالو غادي ينتقل العائله تاعو للدار البيضاء بالضبط في بنجديه. وفي هاد لازون ديال بنجديه غادي يدوز الجراندي توتو ولا طه فحصي الطفوله ديالو، وكان مره تيعمر في حي الاسره والاناره مع خالو وواحد خالته. طه فحصي غادي يكبر في واحد حي شعبي وتكونيكطا مع الدراري ديال الشعب، ولكن رغم هادشي كامل غادي يقرا الابتدائي في البريفي. والعلاقه ديالو بالهيبوب غادي تبدا في سنه 2001 ملي كانت عنده 5 سنين، بحيث انه كان تيمشي مع خوه سفيان الاوطول فين تيكونوا هذوك صحاب ديال الدانس. وكان طه مع خوه سفيان تيمشيو غير باش يتفرجوا في صحاب ديال الدانس، يعني راه ما عندهمش هذيك العقليه باش يدانسيو. ولكن التاثير ديال هاد الفرجه في صحاب ديال الدانس غادي تخرج النتائج ديالو على توتو اولا طه، بحيث انه دائما ملي تيرجعوا تيمشي ديريكتومون طه للسطح ديال الدار وتيمشي باش يطبق داكشي اللي شاف من عند هذوك ديال الدانس. وهكذا نهار على نهار تلقى الجراندي توتو اولا طه فحصي راسو تيدانسي وهو في عمر صغير بزاف. في نفس الوقت كان تيتريني السباحه، وهاد الرياضه هادي الام ديالو اللي اختارتها له. المهم طه غادي يبقى على هاد الحال توصل للكوليج وقراه في بنو تاشفين، وتما ولا طه تيتعرف في الليسي خصوصا في سنه 2008. خصوصا هاد السنه هادي هي اللي خلات واحد البصمه كبيره في الحياه ديال ولا الكارير ديال الجراندي توتو، حيث انه ديك الساعه كان تيقرا في الثامنه. اول حاجه ديك الساعه كان معروف هو واحد البنت بانهم راه كوبل، يعني ما عمرهم غادي يتفارقوا. وطه كان ديما هز معاه واحد الراديو تيتمزك الموسيقى، وفين ما لقى شي ساعه خاويه كان تيجمع الدراري ديال بنو تاشفين مع الدراري ديال خناته وكيديروا كورارات وتيبداو يدانسيو. ومن دوك الكورارات بدا طه فحصي شيئا ما يميل الى طريق الانحراف، حيث انه غادي يلقى راسو من بعد بلي واحد البليه اللي خايبه والحشيش ولا داير ليه واحد العقده في حياته، خصوصا مع العائله، بحيث انه العائله ديالو ما كانوش تيخليو الدراري اللي فلاش ديالو انهم يجلسوا مع الجراندي توتو اولا طه فحصي، حيت تيشوفوه بانه واحد الدري اللي ضيع حياته وضيع معاه والديه وكذا. راكم عارفين بليه خايبه ديال بصح، وتيشوفوه غير شمكان. وكان معروف عند العائله بالحشيشي والشمكان. المهم هاد الالفاظ كاملين كان تيسمعوهم من العائله ديالو، وهاد العبارات كامله واللي تيسمعوهم الجراندي توتو اولا طه فحصي كل نهار بداو تيشكلوا عنده واحد العقده ضد العائله، يعني بدا تيحقد على العائله. وطه كل نهار غادي تلقاه في ياسمينه ديك الساعه، وحتى هاد البلاصه هادي تيكونوا فيها صحاب الدانس، وكان ديك الساعه غير تيتفرج وما كيزعمش يدخل معاهم باش يدانسي، لحقاش كيبانوا ليه بانهم راه بروفيسيونيل وصعيب انه يجيو يدانسي وغادي يضحكوا عليه وكذا. راكم عارفين. وبقى الجراندي توتو على هاد الحال تعاشر واحد الدري اللي سميتو سلايدر، واللي كانوا تيقراو بجوج. وهاد خونا الاخر اللي سميتو سلايدر ما كانش معاه مع الدراري، يعني ما كانش تيعمر بزاف مع شي ناس اخرين يعني من غير الجراندي توتو. وهذا الشيء حيتاش تيسقط بزاف وهو اللي كبير كلشي في القسم، حيت انه واحد النهار طه غادي يشري واحد السبرديله اللي اخر ما يدور، وكان من الاوائل اللي غيلبسوها في كازا. وسلايدر كان شاف طه فحصي لابس هاد السبرديله اللي اخر ما يدور، وشاف بانه راه طه راه عنده نفس العقليه اللي عند سلايدر، وعرفوا سلايدر بانه راه عنده واحد العقليه اللي كبيره. ومن هنا غادي يهضر معاه سلايدر يعني مع طه ولا توتو، وصافي من تما غادي تبدا العشره ما بيناتهم. وصدق سلايدر تيكون مع الدراري ديال الدانس في ياسمينه. سلايدر وطه ولاو عشران، وديما كانوا تيهضروا على الهيب هوب، ولاو بجوج تيمشيو لياسمينه، وكانوا تيبقاو ديما مقصرين تما. ودخلوا ايضا طه فحصي عندهم الجروب، وشاركوا في دي كومبيتيسيون في كازا ودي شامبيون في مكناس. طه غادي يطلع لليسي، وكان في هاد لا بيريود هادي تيسمع بزاف هو وختو الراب ديال فرنسا والراي ديال الجزائر منهم حسني. وزيد عليها الاب ديالهم كان فان كبير لبوب مارلي، وديما كيطلق الدياسك ديالو في الدار. واول تراك لطه فحصي اولا الجراندي توتو غادي يكتبوه بالانجليزيه، وسجلوا ليه واحد الدري ولد دربو اللي سميتو الزبير عاشور بادوب اوديسيون. وملي سمع طه الريزولتا ديال هاد لا ميوزيك اللي غناها عجباتو ديال بصح، ومشى تيجري عند الوالده ديالو باش يوريها لها، بحيث انه
الوالده ديالو كانت حتى هي كتصنت بزاف للراب خصوصا للديب. ملي سمعت الام التراك ديال ولدها تعجبات ديال بصح وما تيقاتوش في الوهله الاولى، ولكن طه باش يقنعها بقى تيشرح ليها وتيغني لها في ليريكس وقال لها هكا راه ليريكس المهم بقى تيشرح ليها باش تيقوا. وفعلا تمكن من انه يقنع الوالده ديالو، لقات بانه راه الصوت فعلا ديال طه وتصدمات ديال بصح حيتاش ماشي غير اجيو ورابي. وصل طه للسيزيام ولصقت فيه 3 سنين. واحد النهار واحد البريه غادي توصلهم للدار ومكتوب فيها طه فحصي يفصل عن الليسي هكا، وخرج من القرايه. ولكن الحاجه اللي ساعدته وخرجته من هذه الورطه هذه هي الفرنساويه، اي كما كتسمعوا الفرنسيه. وطه فحصي لقى راسو تيتقن الفرنسيه ومشى ديريكتومون للسونتر دابيل. من بعد طه فحصي غادي يقلب على الدانس بسبب شي مشاكل، وكان معمر وقته بالوينرز، واي تيفو تيكون تيتصايب لا بدا طه فحصي انه يحضر ليه، وهذا الشيء باش يولي نوايون في الوينرز. دارهم ما قبلوش ليه هذا الشيء وديما تيشوفوا ولدهم في التيران، وكما معروفين به العائلات المغربيه فراه التيران ممنوع على الاولاد وكذا راكم عارفين. وهذا الشيء اللي خلى الام ديال طه فحصي تقول ليه هرضها السخط الا مشيتي للتيران او لا الوينرز. وهذا الشيء اللي خلى الام ديال طه فحصي انها تقول ليه هرضها السخط الا مشيتي للتيران ولا مشيتي للوينرز. وكان طه مريح في دارهم وتيفكر في هذا البلان هذا اللي قالت ليه الوالده تاعو، وفكر انه يقلبها للكوميديا، وفعلا قلبها للكوميديا. واول سكيتش بريزونطاه فوق لاصين تفرج فيه 800 واحد. وكان ديك الساعه طلع لاصين على قبل انه غادي يبريزونطي واحد السكيتش ديال العائله، يعني واحد السوجي ديال العائله، ولكن غير طلع لاصين شعل جوانو وهو يقلبها السكيتش على السونتر دابيل، يعني السوجي ديال السونتر دابيل، خصوصا انه خدام في السونتر دابيل وعارف كيفاش يدخل في الموضوع يخرج فيه. البوبليك عجبهم السكيتش ديال الكراندي طوطو او طه فحصي، على غير انه غيطلع لاصين وغير بريزونطا السكيتش بلا ما يكتبو. من بعد عاوتاني طه غادي يبعد على الكوميديا حيتاش ما لقاش فيها راسو، وقلبها البنجديه عند الدراري ديال الراب، ودخل عندهم طه فحصي وسموه طوطو نسبه للمافيوزي الالماني طوطورينا، وكريا مع صحابو واحد الجروب ديال الراب واللي سموه جي سي تي بلوك. وفي نفس الوقت طه خدام في السونتر دابيل وكيوجد الباك حور انه يدوز الباك حور، وكان كلشي غادي مزيان. ولكن غادي يجي واحد الحدث غادي يقلب هذا الشيء كامل راسا على عقب. غادي تشعل العافيه في الموبل فاش كاينه الدار ديال عائله طه، وغادي تحرق دارهم كامله. وبسبب هذا البلان هذا تشوش الكراندي طوطو ديال بصح، وجات واحد ديبريسيون خايبه وبسببها ما جابش الباك. وفي نفس السنه طه غادي ينضم للجروب ديال زاوا سيتي وسجل معاهم اول تراك واللي لونصاه سميتو حلم طادو، لونصاه في يوتيوب في نهار 22 ديسمبر 2016. الكليب صوروا في دارهم اللي تحرقات ودرب الحمام، وبقى كل عام كيلوح في الشهر 12 فيرسيون من حلم طادو واللي وصلت حاليا لفيرسيون 6. ومن بعد طراب فيتورين مع حليوه اللي كان روميكس سميتو هاريبو، طه اولا طوطو بدا كيتلونصا شويه بشويه للجمهور المغربي. وفي 22 سبتمبر 2017 دار بلاصتو في الراب المغربي وكلشي عارفو بالتراك ديال بابلو، عجب الجمهور ديال بصح وصور ليه طه الكليب في سيمانه. من بعد غادي يلوح واحد الميكس تيب بعنوان إليسيت واللي كيجمع فيها 7 ديال التراكات. طه في الاول والديه والعائله تاعو تيقولوا ليه راك غير كتضيع وقتك في الراب، راه ما غادي توصل حتى شي نتيجه، وما كانوش عاطين الاهميه لهذا الشيء اللي تيدير طه اولا طوطو. وقالت لي عاوتاني مو يا اما انا يا اما الراب، واضطر انه يختار الراب. والفيستيفال ديال البولفارم اللي طلع طوطو فوق لاصين تشوكاو والديه ديال بصح حيتاش تعجبوا من الاغاني ديالو والجمهور حافظهم كاملين. ومن فوق لاصين طوطو غادي يدير ديديكاس لباهم وكلشي العائله اللي كانوا حاقرينه. وبقى طوطو كيبني الكارير ديالو عام ورا عام في العالم ديال الراب، حتى كلشي تيعرف السميه ديال الكراندي طوطو في المغرب وفي العالم كلشي، وتشهر بواحد الطريقه اللي ما يمكنش حتى في الدول ديال اوروبا يعني. وهادشي كيبان لنا عن طريق غير توب البلدان اللي كيبانوا في ستريم عند الكراندي طوطو. وكتكلاسا هولندا هي الاولى، موراها فرنسا والمانيا عاد المغرب. وكذلك الالبوم ديال كاميليون وصل 57 مليون مشاهده. 10 جوي 2020 طه كان جالس مع صحابو يعني كيقصروا عادي، حتى صونا عليه حليوه يعني صونا على طوطو. هز طوطو التليفون قال لي حليوه الله يصبرك الوالده ديالك الله يرحمها. وطوطو ما تيقش البلان في الاول وقال ليه واش نطلعها عليا، وتكتشف في الاخر بانه راه هو اخر واحد
يعرف بانه الوالده ديالو توفات. وكل مره تيجبدوا ليه السميه ديال الوالده تاعو في اي انترفيو كيجيوه الدموع ديال بصح، وكيتمنى كون باقا عايشه باش تشوف فين وصل ولدها في الراب. وخرج واحد التراك خصيصا على الوالده ديالو اللي سماه مغير، وهو التراك اللي طالع حاليا عند طوطو. ابري العام الفايت غادي يدير واحد الضجه كبيره في المغرب بسبب واحد الانترفيو ذكر فيها بانه راه الحشيش عادي. وصوب هذا البلان هذا خرج تراك ديال سيلويتو اللي كان تيهضر فيه على هذا البلان اللي وقع عليه. مؤخرا راه خرج واحد التراك واللي سماه ولد العدول، واللي دار ضجه كبيره في المغرب وقالوا له راك غير كتخربق. وفي هذا الشهر هذا غادي يبدا يلوح لنا الالبوم الجديد ديالو واللي سماه فانسات. وهكذا تمكن طوطو من انه يفرض راسو في العالم ديال الراب. وكان معكم رضوان الطواب، هذه قصه الرابور المغربي طه فحصي اولا طوطو. تهلاو.